عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي واخواتي. يلا بينا نعمل الأكلة البيتزا التحفة جدا اللي اتعمل في 10 دقايق، هتفرحي بيها أولادك. بصي الجمال، يلا بينا نبدأ الوصفة. جبنا الطاسة وحطيناها على النار، نزلنا فيها بمعلقتين زيت زيتون. بعد كده نزلنا البصل اللي متقطع معانا صغير ونشوحه كده شوية ونقلبه كده 3 دقايق لحد ما يصفر معانا ويدبل. بعد كده بنزل عليهم بربع كيلو لحمة مفرومة، يعني 250 ملي جرام. تمام، وبقلبهم كده شوية مع بعض اهو لحد ما ياخدوا طعم بعض ويتشوحوا يستووا معايا شوية. بعد كده بنزل بالخضار بتاعي، بقطع الطماطم كده صغير. وبعد كده كمان حبايبي بقطع الفلفل، واحد اخضر واحد احمر. وبعد كده بقطع الفلفل الكوبي، ايوه بقطعه شرايح كده بقى عشان نزين البيتزا بتاعتنا. تمام، بعد كده هنزل الفلفل ده الصغير اللي انا قطعته صغير. هجيب معايا كوباية حليب ومعايا كوباية دقيق اسمر عشان هعملها بيتزا صحية، وبنزل عليها كمان ببضاية. وبعد كده بقلبهم كويس مع بعض، وبنزل بالبهارات. اول حاجة الفلفل الاسمر، وبعد كده شوية ملح وربع معلقة بيكنج باودر، وحطيت كمان بابريكا وحطيت زعتر. تمام، واقعد اقلب 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 ادخل المزيج كله في بعضه. تمام، وبعد كده باخد معايا المزيج دوت اللي انا خليته ناعم جدا. طبعا ما تنسيش الملح بقى بتحطيه على حسب المذاق بتاعك. بنزل بقى بالمزيج ده على اللحمة المفرومة والخضار الفلفلات اللي انا عملتها، بنزل بيها بقى كده واظبطها اهي على نار هادية. طبعا انا قايله لك من الاول نار هادية. بنزل بقى كمان بالطماطم على الوش، وبنزل بزيتون حلقات كده، زيتون اخضر اسمر اللي يعجبك. بعد كده برصص الفلفل وبنزل عليه بالجبنة الموتزاريلا، دي اخر مرحلة. بعد كده 3 دقايق وبروح واخداها حطاها نقليها في صينية وحطاها تحت الشواية لمدة 7-8 دقايق، وبعدين بتطلعيها من الفرن. بسم الله ما شاء الله.